طيب هنبدأ معاك الفقرة التانية يا دكتور عبد الرحمن، فقرة خفيفة لذيذة كده، أنا عارفك بتحب الفقرات السريعة دي. طبعا. تمام. حصل ولا ما حصلش؟ ماشي. مريض جالك العيادة من محافظة تانية أو من دولة تانية، وكان بيتكلم معاك على مصطلحات أو أعراض أنت بتاخد منه هيستوري، فبيقولك على الأعراض بلهجته وأنت مش فاهم الأعراض دي إيه. لا كتير بيحصل طبعا الكلام ده كله، بس اه يعني ممكن حاجات ما ينفعش تتقال يعني شويه. يعني كل بلد وكل دولة ليها لهجة مختلفة أو في حتى محافظات يعني شرح مصر الأعراض. نفسها مم. في مصطلحات اصلا انت ممكن ما تفهمهاش اصلا، يعني مم. تدور عليها بعد كده يعني، مم. تسال بقى تستشير كده يعني لحد ما حد يعني يقول المريض اللي لك. جالك وقال لك على الأعراض وأنت تحاول تستنتج بقى من اه فحصه كده يعني ان شاء مم. الله. تمام. طبعا حضرتك دكتور سامي، بان احنا بنقابل حالات كتير من محافظات مختلفه من مصر او من دول خارج مصر. مم. في ألفاظ كتير بتتقال، انت ممكن مثلا تحاول تفهم معناها. من ممكن اللهجات تقول يعني لنا من تقصد لهجات يعني، مثلا مم. على منطقة الشرج او كده، والله او يعني الاخراج او احنا الكلام ده كله. لما اشتغلنا في مجال جراحات الشرج اه طبعا بيجي لنا مرضى من جميع الدول العربية ومن دول الأفريقية وحتى من أوروبا ومن أمريكا، ومن داخل مصر كمان من محافظات كتير قوي بيجي لنا مرضى بيعانوا من مشاكل في الشرج. بيقولوا مصطلحات على سواء على منطقة الشرج او على عملية الإخراج نفسها، مصطلحات غريبة يعني احنا بناخد وقت على ما بنفهمها. يعني طبعا احنا من خلال خبرتنا والحالات اللي بنشوفها كتير مع التكرار يعني. بدأنا نفهم المعاني دي. يعني مثلا مريض يقول لك اتمشى دي يعني ادخل الحمام اعمل براز. او الفسحة دي اللي هي منطقة الشرج. حد تاني يقول لك البسباس اللي هو الشطة، الاكل الحراق. او اه الامساك. الامساك يقول لك يبس، الاخوه اليمنيين يقول لك انا عندي يبس يعني امساك. ففي مصطلحات كتير طبعا من كتر الشغل والتكرار الحالات بدأنا نفهم المصطلحات دي. فلما بيجي لنا مريض دلوقتي ما بقاش عندنا مشكلة ان احنا نفهم المصطلح اللي هو بيقوله ونفهم قصده ايه. طيب تاني سؤال، في حصل ولا ما حصلش؟ مريض قال لك كلمة لا يمكن تنساها، حصل ولا ما حصلش؟ حصل طبعا. الموضوع ده بيتكرر كتير يعني، لما مم. مثلا مريض يكون عمل عملية في المنطقة دي مرات متكررة، ويجي لنا بعد كده ربنا بيكرمنا والأمور بتمشي معاه كويس، مم. بيكون طبعا يعني راحته وفرحته بالراحة اللي هو حاسس بيها والدعوة الحلوة منه. خليني برضو أسألك نفس السؤال برضو بخصوص يعني حاجة فرحتك من عيان قبل كده، مم. طريقة طيب هو احنا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني في كلام كتير قوي بنسمعه من المرضى بيفرحنا. اخرهم النهارده لما كنا في العمليات، يعني مريض قال لي كلمه بصراحه يعني لمستني من جوه، ان هو يعني بيقول لي يا دكتور كفايه وشك البشوش. لما بطمنه على العمليه بقول له عمليتك تمام وعملنا كذا وعملنا، قال لي يا دكتور انا متفائل بيك وكفايه وشك البشوش. الكلمه دي بصراحه يعني اثرت فيا جدا جدا النهارده. طبعا حبيبي. طيب انا بحب اشكرك يا دكتور عبد الرحمن على الفقره الجميله دي، واحب اشكرك اكتر ان احنا قدرنا نصور الفيديو ده. العفو دكتور سامي، أنا طبعا سعيد جدا يعني. شكرا حبيبي يا لك دكتور طبعا عبد الرحمن. دكتور سامي حبيبي. في حد بيضحك هنا، مين اللي بيضحك هنا مخليني؟ في حد بيضحك هنا فانا انا مش فاكر حاجه خالص. بص لا، هو اصلا انا ما بفتكرش. حلوه دي. هو فعلا كده بيدخل معايا في، هو بقى الحاله عليه الدور ان هو يدخل معايا يلاقي الحاله ما شاء الله يعني. مرزق يا ابو السلكات.